في أوائل الألفينيات بدأت أخبار غريبة تنتشر في الصحف إن في جثث أطفال ابتدت تظهر جنب قضبان القطر، وكلهم من أطفال الشوارع، والشرطة مش لاقية تفسير واضح. لكن لما قررت الجريمة وابتدت الملامح تتشابه، كان لازم هنا بقى حد يربط الخيوط، والأطفال اللي لقوها عند قضبان القطر ميتة بأبشع الطرق خلت كل المحطات تتحول من أماكن سفر لساحة من الرعب. واللي هنحكي عنه النهاردة هو رمضان التوربيني. واللي هيظهر دلوقتي قدامكم على الشاشة هو رمضان عبد الرحيم منصور، المعروف بالتوربيني، وهو اتولد سنة 1980 في محافظة طنطا. وطفولته كانت حاجة يعني صعبة، أب غايب، أم قاسية، تعليم مفيش، فالحياة كانت بالنسبة له صعبة وضيعة. نيجي لرمضان لما كان طفل عنده 12 سنة اتعرض لواقعة غريبة غيرت مجرى حياته بالكامل. بالبلدي يعني كان في واحد من البلطجية استدرج رمضان وهو عنده 12 سنة وجابه لمحطة القطر وخبطه في القطر، وبعد كده سرق رمضان ورمى رمضان من فوق القطر. والقطر ده كان قطر بضايع، والقطر ده كان ماشي، يعني كان البلطجي ده رميه وكان ضامن ان رمضان هيموت، ويشاء القدر ان رمضان ما ماتش، لكن من وقع فوق القطر اتعور في دماغه واغمى عليه. وساعتها البلطجي افتكر ان رمضان كده خلاص مات. ولما فاق رمضان الحادثة دي سببت لرمضان شرخ نفسي، ومن هنا بدأت الكارثة تتشكل. ورمضان هنا كبر على فكرة ان لازم يكون اقوى من اي حد، واللي تعرض له وهو صغير كون جواه حالة غضب من الرعب. وساعتها ابتدى يعيش في الشارع وابتدى يصاحب اطفال مشردين زيه، لحد ما كون عصابة من شلة كلها فاقدة، بزازة وبقه والسويسي وحناطة، اشكال مرعبة. كان كل اعتمادهم الاساسي على الاطفال اللي بتبقى ضايعة من اهلها في محطات القطورة. كانوا بيركزوا على الصنف ده من الاطفال، بعد كده بيجيبوا الطفل ده بيحاولوا يجيبوه بالكلام الحلو او باي حاجة حلوة بيبقى مع المجرم ده في ايديه، ويحاول يلهي بيها الطفل ويجيبه عشان خاطر يوقف عياط الطفل ده وياخده ويمشي، والطفل يمشي معاه وهو ساكت. وبالفعل نجحوا في الفكرة دي، وابتدت الاطفال دي يجيبوها طفل ورا طفل، طفل ورا طفل. وهنعرف ايه اللي رمضان كان بيعمله في الاطفال دي لما كان بيجيبها. وبعد كده كانت بتبتدي مرحلة من هتك عرض الطفل ده جوه القطر بالليل، وبعد كده بيتخلصوا من الطفل. يعني كانوا بيحاولوا يموتوا الطفل ده بعد بطريقة ما يتشكش فيهم. وهنا رمضان ابتدى يوسع نشاطه وابتدى يروح محطات ابعد زي اسكندرية وزي طنطا وزي بنها وزي دمنهور. ومن كتر انتشار جرايمه في عدة محطات هو ده اللي خلى رمضان محدش كشفه بسهولة. وكان اول ضحايا التوربيني واحد من افراد عصابته، ده اللي ابتدى بيه. والتوربيني قتل اكتر من 32 طفل خلال 7 سنين. ونيجي هنا بقى لسنة 2006 يجي طفل اسمه احمد ضحية من ضحايا التوربيني، بس احمد ده قدر يهرب. وهنا الطفل اللي اسمه احمد ده لما هرب من التوربيني راح اسم الشرطة، وهنا الشرطة ابتدت تحريات واتقبض على اول فرد من عصابة التوربيني، وهو كان ساعتها بقه، وبقه جاب بزازة وبزازة جاب السويسي. هنا بقى ما كانش رمضان متواجد في نفس المكان، والتوربيني ساعتها كان في بلد تانية عشان يوسع النشاط بقى ما بين البلدين اسكندريه والقاهره. وفي اقل من اسبوع الامن قدر يوصل للتوربيني في اسكندريه، وقبضوا عليه وهو نايم في بيت مهجور في اسكندريه مع باقي العصابه. واللي حصل بعد كده كان ابشع من الخيال. في التحقيق التوربيني اعترف اللي هو قتل اكتر من 32 طفل في محافظات كتير زي القاهره واسكندريه وطنطا وبنها ودمنهور. وقال كمان انهم كانوا بيستدرجوا الاطفال في القطوره ويعتدي عليهم وبعد كده يقتلوهم ويرموهم من فوق القطر والقطر ماشي، او يجيبوا الطفل بعد ما يموتوه يحطوه على قضبان القطر قبل ما القطر يجي بدقايق، والقطر ساعتها هنا بيدوس عليه وتبان ان الجريمه القطر هو اللي دايس عليه، نتيجه ان الطفل ده عدى او كان بيلعب في المكان واتخبط في القطر والقطر موته. ونيجي هنا ل 2007 بعد القبض على التوربيني بسنه اتقدم للمحاكمه هو وعصابته، والتوربيني وحناطة خدوا اعدام، اما باقي العصابة اللي خد مؤبد واللي خد احكام ما بين 15 الى 10 سنين. وتنفذ حكم الاعدام في التوربيني 16 ديسمبر 2010. والتحليلات النفسية قالت ان هو تعرض لصدمة في طفولته، ان هو كان بيعاني من خلل نفسي وسلوكي نتيجة اللي حصل له وهو صغير، وطبعا مع الاهمال والفقر
ونومه في الشوارع والضياع اللي هو فيه تحول من ضحية إلى شخص بيصنع ضحايا. وهنا التوربيني اتصنف إن هو من أخطر السفاحين عالميا، بل وتصنيفه كان ال40 في العالم في عدة الجرائم. وهنا بقى قصة التوربيني تخلص، بس الحكاية ما خلصتش. القصة دي علمتنا ان احنا ما نسيبش اطفالنا في الشوارع لوقت طويل. اطفالنا لازم تكون تحت عينينا 24 ساعة، اذا كانوا في البيت اذا كان في الشارع لازم يكون في مراقبة يوميا، عشان الطفل دماغه ما تتشكلش في طريق غلط من الاهمال بتاع الاب والام. ولو عجبتك القصة ما تنساش الاشتراك واللايك وانك تفعل زر الجرس، واستناني القصة الجاية في حلقة رعب حقيقية من اخطر الحلقات اللي هتشوفوها على القناة. سلام.